عسلامة، مرحبا بكم ناس كل في فيديو جديد، وإن شاء الله باش نبدأ معاكم دبارة سيدي رمضان. اليوم باش نعطيكم دبارة تنجموا تعملوها في أول نهار ثاني نهار انتم وقتاش تحبوا. المهم أنا نعطيكم الأفكار باش نعاونكم في الكوجينة. كما قاعدين تراو بديت من الجنينة تاع الدار، فما المعدنوس، فما السبناخ، فما السلق، فما كل شيء اللي باش نعمل بيه دبارة اليوم اللي هي مرقة خضرة. ماذا بينا في حاجة فريشكة وفي الدار هكا ونطيبوها من نظيفة، حاجة نظيفة معناتها مضمونة. خذيت الخضرة متاعي قصيتها من جنينة، لهنا جيت للطنجرة قصيت راس بصل كبير، البصل الشتوي اللي استعملته. قصيت باش نعمل مرقة خضرة بالدجاج، حطيت تروف الدجاج متاعي، حطيت الحمص، قليت الدجاج والبصل خليتهم يتقليو بالكدا، خاطر راهو البصل باش يسيب الماء متاعو معناتها نخليهم يتقليو. اونتر طون في طنجرة كسرونة هكا صغيرة حطيت سكالوب قصيتهم صغار وشويه بصل وشويه زيت باش نخليهم يتقلاو، على خاطر دبرتي لليوم مرقه خضره كيش، وباش نعملوا معاها تيراميسو للتحليه معناتها للقهوه، وباش نعملوا معاها سلطه بسباس باهي. لهني السكالوب نتاعي قاعد يتقلى هو والبصل، الحمص بلوتو الدجاج والبصل في الطنجره نتاع مرقه الخضره قاعدين يتقلاو. لهنا بعد ما تقلى البصل والسكالوب نتاع الكيش نحيتهم على جنب خاطر باش نفوح الطنجره باش ما يتحرقوليش. حطيت طماطم اللي نستعملها انا اللي هي طماطم الشريحه، نقول ونعاود العباد جديده معايا في الشان نتاعي، راهي طماطم الشريحه من الصيف نعملوها تشيحوها، وفي الشتاء كل شويه ناخذوا هكا شويه نرحيوهم مع شويه ماء، بعد نطيبوا بهم نحطوهم في الفريجيدير ونطيبوا بهم تاع جميعه هكاكا حكه. حطيت الطماطم، حطيت طماطم الكونسونطري نحط ربع مغرفه معاها. حطيت الهريسه باش نخليهم يتقلاو معاهم شويه ماء، نزرق لهم هكا شويه ماء ونخليهم يتقلاو ياخذوا راحتهم. كما قاعدين تلاحظوا في اللون هيك الحكه نتاع الطماطم الشريحه المرحيه، لونها غامق راي معناتها تعطينا لون مزيان في المرقه. بالنسبه للهريسه العربي حطيت شويه هريسه عربي وشويه هروس، انتوما ماذا بيكم تستعملوا واحد منهم والا تستعملوا شويه شويه، خاطر انا نحب القوم تاع الهروس وخدمته في الدار. تو ان شاء الله نوريكم الطريقه نتاعي في الهروس. الفيديو الجاي بقدرة ربي تو نوريكم كيفاش نعمل الهروس متاعي في الدار. راهو يفوح برشا طنجرة وهي كل ما هي حاجة نظيفة ومخدومة في الدار راهي باش تفوح لنا الماكلة متاعنا. وبالنسبة لمرقة الخضرة راهي السبناخ والسلق والمعدنوس راهم كلهم منافع معناتها. لهنا خليتهم يتقلاو. بالنسبة للسكالوب اللي قصيته للكيش حطيت معاه أوراق رند، حطيت معاه عندي كليل في الجنينة معناتها فريشك، حطيت معاه شوية كليل، زدتوا شوية ماء وباش نفوحوا قدامكم. باش نزيدوا الكركم، باش نزيدوا تبلو كروية، ثوم وشوية فلفل أكحل. هذا هو لفاح، والملح بالطبيعه. هذا هو لفاح نتاع التختوخ اللي نستعملوه في الطاجين، هو نفسه اللي باش نستعملوه في الكيش نتاعي نتاع اليوم. كيما قاعدين تراو قاعده نفوح فيه وباش نرجعوا على الغاز. اونتر طون مرقه الخضره الطماطم قاعده تتقلى، قلنا نصبوا معاها شويه ماء، وراني انا نقلي الطماطم نتاعي بالكدا باش تتنحى هيك القروسيه، وبعد ما نحسوش القول تاع القروسيه في الماكله نتاعنا خاطر تتقلى بالكدا مع الدجاج ومع البصل. ومن بعد نكمل نفوح معناها نخليها نتاع دريج هكاكا تتقلى. زدت الماء نتاعي باش نحط التختوخ يطيب على جنب. لهنا الطماطم نتاعي تقليت بالكدا وباش نبدا نفوح مرقتي. ان شاء الله باش نعطيكم دبارات متفرقين، معناتها كل مره نقترح عليكم دباره لرمضان،
وتو نحط لكم في العنوان تاع الفيديو. وانتم هذوما حاجات باش يعاونوكم. كما مثلا نجموا نعملوا مقرونه بالفرويد مير، نعملوا معاها طاجين، سلطه، والا ان شاء الله بقدره ربي هكا باش نعطيكم افكار كل مره يعاونوكم. نكمل نفوح الطنجره متاعي لهنا. بما اني حطيت شويه هروس وشويه من الهريسه العربي وقاعده نطيب بالطماطم الشريحه هذيك تعطينا اللون مزيان، دونك مانيش باش نفوح برشا. راه معناتها الفلفل الاحمر باش نحط شويه، التابلو كرويه باش نحط شويه، خاطر سينو اذا كان باش تفوحوها برشا باش تضيعوا القوم تاع المرقه نتاعكم، باش تجيكم خايبه وتجيكم مفوحه برشا. كل واحد عينو ميزانه، راهو في طنجرته كل واحد يعرف. انتم اذا كان طيبوا بالطماطم العاديه فوحوا عادي، اما انا خاطر الطماطم هذيك باش تعطيني اللون الغامق، والهروس والهريسه ديجا يعوضوا الفلفل، باش نحط شويه من الفلفل الاحمر. وكيف ما قلت لكم راهو في التطيب راهو كل واحد كيفاش يطيب، وكل واحد كيفاش يفوح طنجرته، وكل واحد والبنه اللي تجيه في الطنجره نتاعو. انا نعطيكم افكار وانتم استعملوهم انتم معناتها كيما تحبوا. قصيت بطاطا سفناريا، كما تعرفوا نهار كامل واحد صايم يظهر لي ماذا بيه ياكل شويه خضره هكا حاجه تنفع. باش نخليهم مع هكا الفاح معناتها يطيبوا شويه. مادام انا غسلت خاطر المعدنوس والواحد هذوك الكل قصيتهم بكري اول ما جبتهم، غسلتهم باش نحطهم بالطريقه هذه. بالنسبه لمرقه الخضره باش نعطيكم استوس العباد اللي مرقه الخضره تجيها ماء وما هياش بنينه، راهو السر الكل في كيفاش تمرق مرقتك. بالنسبه لمرقه الخضره انا راني ما نمرقش برشا، كيما شفتوا معناتها قليت طماطم وزدتها شويه ماء ومن بعد زدتهم شويه ماء، وباش نحط السبناخ والمعدنوس والسلق من فوق وباش نغطيهم. راهم هما ديجا السلق يسيب الماء نتاعو، معناتها اذا كان انت باش تمرقها برشا وتزيدها معناتها ضيعنا لها القوم تاعها الكل. راه كيما قاعدين تراو غطيتها هيكا تقلص الفوليوم نتاعها كالسبناخ والسلق سيبوا الماء نتاعهم هبطوا لوطه. توا باش نزيدها شويه ماء ونغطي عليها ونخليها تطيب. دونك ما نمرقوهاش برشا باش كي السلق نتاعنا يسيب الماء وكل الخضره تسيب الماء نتاعها نكونوا نلقاو ريزولتا بنينه ومزيانه. هذه هي لاستوس تاع مرقه الخضره. راه كسوا طيبها باللحم معناتها بالبقري بالعلوش والا بالدجاج كيف لهنا. رحيت الثوم نتاعي زدت شويه هيك التختوخ، خاطر راهو التختوخ فما برشا عباد طيب سكالوب وحدها الوغ كو لا مش صحيح، يلزمك تعمل البصل من الاول وتقليه هو وسكالوب، وفي الفاح من بعد تزيد الثوم. ونحب نقول لكم حاجه، راهي هيك الماكينه اللي نرحيو بها هذيك الثوم انا اللي عندي كبيره وان شاء الله بقدره ربي باش ناخذ صغيره، راهم تلقاهم في لي مارشي ولا تلقاهم في عزيزه يظهر لي مهبطه الكبيره المره هذه ب 12 دينار تقريبا. راهم يعاونوا على الاخر سورتو هما في قصان البصل في قصان الخضره الكل، اي سورتو انا نستعمل فيها في الثوم اللي عندي متوسطه لا هي كبيره ولا هي صغيره. معاونتني على الاخر في الكوجينه، معناتها ننصح بها العباد الكل باش تشريها. كما قلت لكم بالنسبه للثوم زدت مغرفه في وقت طيب الطنجره نتاعي، وفي الاخر نزيدوا مغرفه. جربوها في الماكله الكل الثوم قبل ما تطفيو بثلاثة دقائق هكاك حطوا الثوم وتفكروني. المرقه نتاعي قاعده تطيب على جنب، نقصت لها في الغاز باش تقر زيتها على خاطر طابت. التختوخ طاب سكالوب. توا للكيش نتاعي باش نقلي البصل في الزبده كيما قاعدين تراو، حطيت مغرفه زبده قصيت البصل نتاعي باش نذبل هيك البصل نتاعي في الزبده، ومن بعد باش نذبل السبناخ على خاطر انا باش نعمل كيش بسكالوب والسبناخ. ونعاود ونقول راهو السبناخ فيه برشا منافع، بالنسبه للسبناخ والمعدنوس راهم فيهم برشا منافع.
والسبناخ زاده عنا طريقه باش ما يجيناش، باش ما يسيبش ماء. انا ما نتفكر مره ذقت طاجين بالسبناخ، تحسوا مرخوف هكا، تحس الماء، تحس السبناخ طيب الماء في الطاجين، خاطر ما تعصرش السبناخ بالقدام الماء، ما تقليش بالقدا في الزبده ولا في الزيت. فما ديزاستوس معناتها نستعملوهم باش نقليو باش نحيو الماء نتاع السبناخ ويجينا طاجين فاوح وبنين، كو سوا طاجين سبناخ والا الكيش نتاع السبناخ، جينا فاوحه وبنينه وما فيهاش الماء. لهنا راني انا نحاول نعطيكم لي زاستوس الكل، نحاول نعاونكم باش تجيكم حاجه بنينه. بعد ما تقلى هيك البصل متاعي، جبت السبناخ باش نذبلو كيف في الزبده، حطيت نحط بالكونتيتي صغيره حتى اللي يطيح هذاك يذبل، معناتها هو كما تراو في ساعي ما عادش عنده فوليوم، في ساعي كي نذبلوه معناها في الزبده في ساعي يطيح، وكل مرة نزيد شوية. هذه هي دبارتي لليوم. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله ديما نقول ونعاود، ان شاء الله نكون قاعدة ننفع فيكم بالريسيت. هذه هي دبارتي لليوم. ان شاء الله ديما بالنسبة لليوم عطيتكم المنيو بتاع شقة الفطر معناتها، وكيف باش نعمل معاكم تيراميسو. اذا كان حسيتوا اللي الفيديو طويل راهو جوست خاطر قاعده نطيب معاكم في 3 حاجات ومعهم التحليه تاع السهريه، هي الحاجه الرابعه. ان شاء الله باش نعمل معاكم زاده عصيده زقوقو، باش نعملوا عصيده بوفريوه، باش نعمل برشا حاجات معاكم بقدرة ربي. باهي كملت ذبلت هيك السبناخ والبصل، زدت عليهم 4 كعبات عظم، زدت عليهم جبن كما قاعدين تراو رابي، هذا كات فروماج، تلقاوها عند اللي يبيع جبن والبن، هذاك تلقاوها عنده الكات فروماج، يظهر لي ال100 غرام ب 3500 ولا ب 3400، اما بنين برشا. زدت جبن توابع بريزيدون خاطر يبنن برشا، قصيته دي كوب صغار. لهنا قاعده نزيد في الزيتون المقصوص. نجموا هذوما حاجات فاكولتاتيف معناتها، تنجموا تعملوهم كيما تنجموا تستغنيو عليهم. راه باش نخلط هيك الميلانج بتاعي الكل. بالنسبه للميلانج زدت باش نزيد معاه باكو خميره، راه خميره تاع جاتو، خاطر انتوما توا يظهر لكم اللي الميلانج صغير، وكيف باش نحطوه في التارت نتاعي، وكيف باش نحطوه في التارت باش يظهر لكم اللي هو شويه، الوغ كو ماهوش صحيح، كيف باش يطيب من بعد باش يجي بالضبط مع التارت. بالنسبه للتارت نعملوا كونتيتي الفارينه نصها زبده، نزيدوها غرفه صغيره خميره نتاع جاتو، نزيدوها كعب عظم ونلموا شويه بالماء. هذيك هي التارت. لهنا كي باش تعملوا تارت سالي انا ننصحكم تحطوا فيها اوراق ملسوقه، ماذا بيكم كان عندكم الاوراق تاع الملسوقه الباكوات، واذا كان مش موجوده الاوراق تاع الملسوقه الدياري العاديه اللي عندنا. انا فرشت قصيت الكعبه على 2 وفرشتها خاطر الملسوقه اللي عندي ما هيش باهيه. علاش نقولكم تعملوا اوراق الملسوقه؟ باش ما تعدي لكمش، باش البات من بعد ما تجيكمش مبلوله، تجي بنينه ومزيانه، طارت بنينه. تعديت للتيراميسو. تيراميسو ناخذ 250 غرام ماسكربون، مادام الكيش نتاعي طابت باش نحضر تيراميسو، ناخذ 250 غرام ماسكربون. ديما نحاول نعطيكم منين خذيت الماسكربون، خذيته من كارفور ب10000 هذاك 250 غرام. قاعدة لهنا فصلت الأصفر على الأبيض نتاع العظم 4 كعبات، نخدموه بالقدا بالبيتران حتى اللي يطلع الأبيض نتاعنا يولي معناتها ما يتيحش، كي تقلب البول ما يتيحش. وباش ناخذوا بول نخدموا فيها الأصفر نتاع العظم 4 كعبات، 4 أصفر نتاع عظم، باش نحطوا عليهم 100 غرام سكر ونخدموهم بالقدا. وكيف باش نزيدوا عليهم 250 غرام ماسكربون. انا تلهيت يا اخي نسيت ما حطيتش الماسكربون مع العظم ولا والسكر، اما مش مشكل، خدمته بطريقه اخرى وجاني بنين وفاوح على الاخر. باهي كيما قاعدين تراو الابيض نتاعي طلع بالقدا،
حطيته على جنب. حطيت العظم الاصفر تنجموا تخدموه باتور عادي كما تنجموا تخدموه بالبيتران راهو الاصفر نتاع العظم والماسكربون والسكر. انا لهنا خادمه الاصفر نتاع العظم والسكر اكهو على خاطرني نسيت الماسكربون. باش ندخل توا الابيض بالسياسه ومن بعد نقول لكم كيفاش باش نخدم الماسكربون بطريقه اخرى بما اني انا غلطت ونسيت. دخلوا الابيض بالسياسه باش ما يتكسر لناش. لهنا راني مسرعه في الفيتاس نتاع الفيديو. انتوما دخلوه بالسياسه خاطر اذا كان باش تخدموه بقوه باش يتيح الابيض ويفسد لنا الميلانج وما عملنا شيء. الروسيت الكل تفسد. نكمل الابيض الكل كيما قاعدين تراو. فوالا. بالنسبه للماسكربون مادام نسيت ما خدمتوش مع الاصفر تاع العظم والسكر فخدمته بالبيتران وحده. حطيته خاطر هو كيما الجبن راه يلزمو يتخدم هاكا. خدمته في البيتران وحده. اما الاصح انك تحط معاه العظم والسكر باش السكر يذوب لنا الكل. اما انا بما اني نسيته خدمته بالطريقه الاخرى. توا باش نزيد هيك الميلانج للماسكربون نتاعي بالسياسه كالعاده ندخله بالسياسه. وهذا هو الميلانج نتاع التيراميسو راه معناتها ساهل يتخدم فيسع والبنه ما نحكي لكمش. كسوا باش تاكلوه في وقت والا باش تبيتوه في الفريجيدير. معناتها راهو ديجا نتوما طيبوا في شقان الفاتر مادام حطيتوه مادام حضر تحطوه في الفريجيدير لليل يظهر لي ياخذ وقته معناتها يحضر ويكون بني. هذوما هذه هي دبارتي لليوم. هذوما هما الافكار اللي حبيت نعاونكم بهم في منو شقن الفطر. اذا كان عندكم اي كومنتير حطوه لي اي سؤال حطوه لي في الكومنتير. هذه هي طاولتي لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الدبارة. مرقة الخضرة بنينة وقرزيتها وما نحكي لكمش. الكيش كيف فاوحة بالجبن وبالسكالوب. قصيت معاهم سلطة بسباس زدتها شوية مع تنوس. وبعد شقان الفطر جاء وقت تحلية. حطيت انا نهارتها صايمه. حطيت عملت قهوه عربي نودكم ولا نشهيكم قطيره زهر في قهوتي وبسلامه في فيديو جديد.